عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد. كيفكم؟ شو أخباركم؟ شكرا لكل حدا بنضم للقناة واشترك، وشكرا لكل متابعين القدامى اللي عندي. بلشنا بمخلل اللوز وهي جنبه المكدوس. حبيت أصور لكم هالمنظر الشهي، والفيديو اليوم سريع بس حبيت أنزله حتى أفرجيكم. ضل عندي تمر فقلت حرام لازم أعمل فيه شي، فقلت أعمل كعك الأساور أو الكعك الفلاحي. فحطيت بالجات 3 أكواب طحين، معلقة شومر كبيرة، معلقة ينسون كبيرة، نص معلقة كركم، نص كاسة سمنة، ونص كاسة زيت نباتي، و3 معالق حليب. هدول بداية ببسهم مع بعض وبتركه على جنب. إذا كنتوا مستعجلين لمدة، طبعا لا تنسوا تضيفوا السكر اللي هلأ شفتوا الفيديو. طبعا السكر على قد ما انتوا بتحبوا، انا ما بحط كتير، بس بحط شي حوالي 3-4 معالق كبار. اذا كنتوا مش مستعجلين على الكعك الفلاحي بتقدروا تخلوها لتاني يوم، بس اذا كنتوا مستعجلين اقل شي خلوها ساعة ساعتين وهي بالسمنة. بعدين بلشوا اشتغلوا فيها بعد ما تعجنوها. هديك مرة شفتوا عندي شوية معمول سميد فقلت خليني اعملهم، وضل تمر فقلت خليني أعمل 3 كاسات كعك فلاحي نعمل فيهم التمرات أحسن ما يضلوا ما نعمل فيهم شي. آه، احكوا لي عملتوا معمول أو لا. كل حدا بكتب لي التعليقات يقول لي من وين بتابعني. كل حدا بشوف الفيديو بنسى إنه يحط اشتراك. لو تكرمتوا تحطوا لي اشتراك وإعجاب بتشرف فيكم جميعا، وأهلا وسهلا. بحب أي كل الناس تنضم لقناتي، بتشرف فيكم جميعا. ما ننسى في هالأيام الفضيلة الدعاء لأهلنا في غزة. الله يا ربي يفرج عليهم ويكون عيد الفطر السعيد، يكون خير عليهم، آمين يا رب العالمين. بدل عدة تنازل الليلة ليلة 28 رمضان، ضايل شي يومين إن شاء الله وبيجي عيد الفطر السعيد. الله يجيبه علينا وإحنا بخير وصحة وسعادة. هون بجيب مية دافية وبحط خميرة وببلش أعجن معمول الطحين. طبعا معمول كعك الأساور الفلاحي الطحين على الحل. طبعا اللي بضيفوا له سميد، سميد دخيل. هو بيكون كعك طحين مع سميد، بس الأساس هو بطحين. وصدقوني الأساس هو كمان بزيت الزيتون، بس أنا بحب أحط معاه سمنة حتى يعطيه طراوة، هيك ضل طري وهش. طبعا بحط المية الفاترة بالتدريج كأني بعجن أي عجينة، وبس تكون معي العجينة والقوام اللي بدي إياه بخليها ترتاح شوي. شايفين هذا القوام اللي أنا بدي إياه؟ هون بتلف معاي كرة وببلش أقطعه وأعمله الكعك الفلاحي. راح أعمل قدامكم 3 حبات إن شاء الله يكون واضح اليوم التصوير. هديك المرة حسيت يوم معمول السميد مش كتير كان واضح التنقيش، بس إن شاء الله تكون وصلت المعمولة. وهون في المعمول السميد عملت كم من حبة بالطابع. نسيت أحكي لكم هديك مرة إذا بتحبوا تعملوا بالطابع قصوا إجراب النايلون من النص وحطوها في القالب وحطوا فيها حبة المعمول. شوفوا كيف ما أحلى بتطلع الطبعة كأنكم حاطينها بالقالب. ما شاء الله بتطلع ممتازة 100%. مثل ما شايفين بعد ما حشيتها بالتمر. طبعا التمر كمان بكون عامله بشكل طولي. بدحرجها. طبعا انا ما بحبه لا رقيق رقيق ولا سميك سميك، يكون في عجين، لانه مرات اذا ما كان فيها تمر منيح بتكون عجين. بحب تكون وسط، تكون يعني مش رقيقة رقيقة ولا خميلة خميلة. طبعا بندحرجها مثل ما شايفين، ويفضل يكون رخامة. وبعد ما أوصل القوام اللي بدي إياه بلفها مثل شكل السوارة وبحطها بالصينية. هي وهيك شايفين خلصت الكمية اللي كنت أنا عاملها الكعك اللي بالسميد والكعك الفلاحي. وبخبزهم أكيد وبعد ما يبردوا. زي ما حكيت لكم هاي الكعك الفلاحي بعد ما جهز ما شاء الله طلع بشهي وريحة البيت
عن جد كانت بتجنن من الشومر واليانسون. طبعا صحيح بتقدروا تحطوا معاه قسحة وحبة البركة، بس أنا بالبيت ما بحبوا القسحة وحبة البركة فاستغنيت عنها. بس برضو بتضيفوا كمان مع اليانسون والشومر حبة البركة والسمسم المحمص، وهيك خلص معمولنا وخبيناه مثل ما شايفين. وهون حطيت رشيت السكر الناعم. حبيت أفرجيكم قديش الكعك الفلاحي طري وقديش الكعك السميد طري ودايب دوب. إن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من فيديوهاتي، وبشوفكم فيديوهات قريبة وجديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.